ازيك يا كابتن ابراهيم؟ كلمه لرابطه محبي التوأم اللي يعني حضرتك على طول من ايام الاردن اللي بعد كده الناس اللي فيها ما تتخيلش مدى الحب. يعني ايه، ناس من بورسعيد وانا من القاهره، الناس كلها يعني بتحب حضرتك. الحب ده مش بفلوس ويعني مهما ما يشتراش الحب ده حب من عند ربنا. كلمه لرابطه طبعا انا بشكر الناس كلها والناس اللي ورانا على طول في كل حته، واتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفق على طول. وبشكر ربنا طبعا على حد الناس، ان شاء الله يبقى. بتشوف المنشورات والرابطه وبتشوف، عشان الناس دايما تسالني حسام، كابتن ابراهيم كابتن حسام بيشوفوا الحاجات، بيشوفوا الرابطه متابعينها. طبعا متابعين، بس يعني ان شاء الله اتمنى ان تديم الحبه ديت وحاجه كويسه. حب الناس فينا اللي اتمنى ان شاء الله الناس تعملنا ان احنا ننجح وربنا يوفقنا. احنا معاك في اي مكان، اهلي زمالك اتحاد مصري بورسعيد، مهما دربت ما فيش، قعدت في البيت برضو معاك، ما فيش اي حاجه يا كابتن. واحنا باذن الله عايزين نفرح الناس كلها، واحنا محسوبين على مصر كلها مع حساب، مش نادي معين. شكرا كابتن حسام. تقول ايه بقى لرابطه محبي التوأم اللي كانت معاك على طول الخط؟ استاذ علي طبعا على طول كان معانا، محمد، الناس دي كلهم. يعني هي اسمها رابطه محبي، يعني طالما الحب اللي موجود ده من المجموعه اللي موجوده، انا اولا انا سعيد بيهم. وجروب اميره طبعا، جروب السير طبعا اميره، كل المجموعه الموجوده، فتمام. يعني ان شاء الله رد لهم الحب يعني انا شرف لينا وفخر من الناس اللي بتتعب لينا وبتتعب عشاننا. ده جاي من بورسعيد، من القاهره، من حب الناس ده، من حاجه من عند ربنا. كابتن يكفي يعني مجرد ان هو يجي من مكان، حتى لو مكان قريب، مجرد اللي نزل عشان يبقى فيه مسانده وفيه حب لينا، دي ان شاء الله يعني نكون على لحد اخر لحظه صورة عندنا. احنا يا كابتن معاك في اي حته، اهلي زمالك اسماعيلي مصر اتحاد، احنا دايما ببعتها لك على الواتساب، وببعتها اردن في اي منتخب في اي حاجه، انا ببعتها لك على طول. احنا معاك على طول في ظهرك، ما يهمكش الناس اللي انت عشان ناجح، فدايما الناجحين عايزين يوقعوهم، بس انت ما يهمكش كل ده كابتن حسام، طول ما معاك حب الناس ودعوات الناس ليك. ده طالما عايزين زي ما انت قلت، طالما عايزين لو في حد نيته وحشه ان هم يعني يعطلك، يبقى انت اكيد ماشي كويس. لان احنا في مصر هنا شويه طالما بتتعطل او طالما الناس بيحبوك انت يا كابتن، بتروح في اي حته بتلاقي الناس معاك. استاذ علي بنشكره طبعا على وقفتنا معاك.